لو أنت جديد في أمريكا وربنا ساعدك، اشتغلت وقدرت تحوش 15,000 دولار وعارف إنك لازم تشتري عربية لأن مفيش مواصلات بتوصل من البيت للشغل، اسمع نصيحة أخوية من واحد عايز مصلحتك. العربية أداة توصلك لهدفك، مش جايزة نتصور بيها. خلينا نفكر بهدوء في 3 اختيارات ونشوف إزاي ناخد قرار عاقل من غير ما ندفن نفسنا في أقساط. أول حاجة مهمة قبل ما نختار، خلي عندك صندوق طوارئ، يعني مصاريف شهر لحد 3 شهور على الأقل، عشان لو حصل ظرف ما تلجأش للدين. الاختيار الأول، عربية مستعملة بحوالي 7 أو 8 آلاف وتحوش الباقي. ده اختيار ناس كتير من الخبراء بيميلوا له في البداية لأنك بتحافظ على السيولة. إزاي تنفذه صح؟ 1. تعمل فحص مستقل عند ميكانيكي قبل ما تدفع. 2. تشوف تاريخ العربية وعدادها وحوادثها لو حصل. 3. تخصص مبلغ صغير للصيانة الأولانية زي 1,500 تقريباً، عشان الزيت والفرامل والكوتش والحاجات اللي بتظهر بعد الشراء. الميزة الكبيرة، التكاليف الشهرية على قدك، وتأمينك عادة يكون أقل، ومعاك فلوس تكمل بيها خطتك، تطوير نفسك، تاخد كورسات، أو تحوش للاستقرار. الاختيار الثاني، عربية أحدث بحوالي 25,000، تدفع 15 مقدم وتقسط الباقي. ده بيدي اعتمادية أعلى شوية، وممكن يكون مناسب لو شغلك محتاج سفريات كتير أو مواعيد دقيقة. بس خلي بالك، القسط الشهري مع التأمين الشامل هيخلي جزء محترم من دخلك يروح للنقل. القاعدة الذهبية، إن إجمالي مصاريف العربية شهرياً، يعني القسط مع التأمين والبنزين والصيانة، حاول ما يعديش نسبة معقولة من دخلك. لو حسيت إنك هتختنق آخر الشهر يبقى الاختيار ده تقيل عليك. الاختيار الثالث، عربية زيرو، تدفع 15 مقدم وتقسط الباقي. شكلها لامع والضمان مغري، بس أول سنة قيمتها بتنزل بسرعة، وفوائد القرض للمبتدئين في أمريكا ممكن تكون أعلى، وكمان التأمين بيزيد. ده اختيار منطقي أكتر بعد ما تبني تاريخ ائتماني ثابت وتكون عامل صندوق طوارئ مريح مش في أول شهورك. خلينا ندي مثال حي بالأسماء، نفس المدينة ونفس الدخل الصافي. الدخل الشهري لكل واحد 3,000 دولار لمدة سنة كاملة. محمود اختار الاختيار الأول، اشترى عربية ب8,000، خصص 2,000 صيانة وطوارئ، فاضل معه 5,000 سيولة. مصاريفه الشهرية كانت معقولة، وقدر يوفر تقريبا 3,600 خلال السنة. بعد سنة محمود معاه عربية شغالة وسيولة مريحة حوالي 8 لحد 9,000، ودماغه رايقة. ليلى اختارت الاختيار الثالث،